وصلنا دهب يا جماعة. ده الفندق اللي احنا كنا فيه. احنا وصلنا على الساعة 8 او 9 كده، واحنا المفروض كنا نستلم الأوض على الساعة 12. فطبعا قعدنا نستنى حبة حلوين اول ما وصلنا. وطبعا انا كنت تعبانة جدا لدرجة ان انا ما ادركتش ان انا مش مشغلة المايك اصلا وانا بصور، ولكن ولا يهمنا عادي جدا. المهم ان احنا قعدنا نرتاح على البحر شوية. الجو كان حر اصلا، فطبيعي بقى كنا عايزين نشم هوا كده لحد ما نستلم الاوض. وبعدين استلمناها على الساعة 12 او 12 ونص. نمنا ساعتين بالظبط حاجة كده يعني، ولبسنا ونزلنا عشان نروح الممشى، وركبنا عربية نص نقل. طبعا فرحانين يعني، راكبين ورا وكده ومبسوطين بالاجواء. طبعا نعيم الجهل بقى ان انا مش مستوعبة اصلا ان المايك مش شغال، ومبسوطة جدا. بس مش مشكلة. اهم حاجة الفايبس عامة. كنت بستجوب عمر بقى عشان لقيته مسمر، واحنا حرفيا ما عملناش اي حاجة، لسه جايين يعني. عمر انت اسمريت من ايه؟ بسين. عامة انا بحب الكافيه ده جدا. دي اوضتي كانت قاعدة معانا في الكافيه، اسمه باب الحياة. بصراحة بالنسبة لي يعني افضل كافيه في دهب. على الممشى، بحس ان هو يعني الاقرب لقلبي، وانا ومريومي هنا. عامة يا جماعة يعتبر ده اخر اليوم، لان احنا بعد الممشى رحنا جبل طويلات، بس انا اكيد مش صور هناك يعني. الممشى عامة كان هادي جدا. وبس يا جماعة، اشوفكم في اليوم التاني. لو عايزين تقولوا حاجة يلا. هاي. لا والله. تاني يوم بسيط برضو يا جماعة بصراحة يعني. احنا نزلنا البسين، نزلنا البحر كده يعني، قضينا اليوم في الفندق. جانا هنا كانت بتقول ان هي اتعورت. طبعا كنا قاعدين بنرش على بعض بالبتاع اللي كان في ايدينا ده، بس كان حاجة بسيطة يعني. يلا هوبا سكرابة ولا ايه؟ يلا يا جن، يلا هوبا. هو انتوا هم سامعيننا؟ سامعينكم. انتوا سامعينه؟ لايك وسبسكرايب. لا احنا واحنا جايين ده انتوا يوتيوبرز جدا بجد. عايزين نبقى احنا بالنسبه لنا احنا كشباب كان ما يفرقش معانا اي حاجه غير ان احنا نروح على باب الحياه ونسهر. انا ما صورتش كتير بس عشان الكاميرا مش ووتر بروف يا جماعه، بس اليوم خلص. صحينا بدري يا جماعه، وده بدري اللي هو الساعه 11 12 كده يعني. رحنا الثري بولز عشان نعمل سفاري. مريم جانا نسيت تقول حاجة. ما تنسوش سبسكرايب. بس هتعملي زيادة بقى، اعملي زيادة تعيديها. ما تنسوش ابعدوا ما تنسوش. لا يا جماعة ما تقولوا معايا كده. ما تنسوش سبسكرايب. ما تشوفوش البتاع ده. يلا. هو انت خلاص بتصوري؟ هلو يا جماعة، احنا دلوقتي في الثري بولز. اوه ماي جاد، وهننزل البحر كمان شوية، بس هم جايبين معاهم مايوهاتهم، احنا لابسين نجيبيهم. مريم جنى. وبعدين هنروح السفاري. مبسوطة؟ مش حرانة. مبسوطة؟ ايوه. سوري يا جماعة، خناقات عائلية. هو انت ليه ما بتتكلمش معاك؟ مش عارفه ان انا مش قادره اتكلم. مالك فصلت شحن تقريبا. في الاثنين ليه؟ ما تخلي واحدة بس. ايه ده؟ طب عارف النص ليه؟ انا فاصله شحن الصراحه. انا محتاجه ايس كوفي، محتاجه ايس بانش لاتيه عشان ابقى سبيسيفيك يعني. احنا بقالنا 3 ايام نفسنا في الايس وما اكلتش. ما تقربيوش قوي من بوقك. السلام عليكم. حاسه ان هو زي الافلام. بصي يا مريم. بوم 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 بوم. ما تقبضناش من فلوس الفيديو. فلوس فيديو ايه يا جماعه؟ انتوا طموحكم عالي قوي. روح الانفلونسر اللي جواهم دي غريبه جدا يا جماعه والله. بس عامه يعني انا هفوق والله، واعمل واصور لكم ونعمل كل حاجه. بس انا بجد يعني الواحد فاصل بصراحه. لا تسألني ايه؟ لا اوعي.
لا 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 على ايه؟ المايك هتغني. لا مين دي؟ يعني عارفه اللي هو فاصل ونعود. يا جماعه ده فاصل. بس عشان ايه؟ هتندموا والله. يا جماعه ده فاصل ماشي، اللي عايز يغير بس يعني ده فاصل عشان نقطع بس. نغني ايه؟ انت جايبانا كلنا مع رمش خطف وسحر اصنف وانا قلب. طبعا هنتجاهل العقاب السماعي اللي جانا عملته، ودلوقتي بطلع المايو بتاعي عشان هنروح نعمل سنوركلينج. جاهزة؟ يلا وريني ازاي بتلبسي البتاع. يلا برافو عليك. ايوه يلا يلا يا ماما يلا. ايوه شوية بنات انزلي اهو. حاليا خلصنا السنوركلينج وهنركب البيتش باجي، عشان كده ظبطنا نفسنا مع بعض. انا دي مش بصوا انا دوت البتاع ده طعمه حلو بس ما تجيبوش تاني يعني. فين تليفوني؟ وسلموا يا جماعة على أمي التانية. ما هو مش هيتحرك دلوقتي لما يشتغل. ايه ده؟ انا مش باينه. واحد فينا وقع اتقلب، بعد الشر عليه كلنا هنعيط. تمام واولهم انا. طالعين سفرينا قوي بالراحه. مغامره ظريفه مع الركاب. الراجل اللي كان هيموتني بسبب الحركات العشوائيه اللي انا بعملها. طلعت ايه زي ولا كأن ماما قيمي سواقتي. ما بتعرفش توقفها. ما بعرفش اوقفها حرفيا والله. اللي مالك ايه؟ ما فيهاش مرسيدس. تحفه السواقه، تحفه، تجربه خطيره. البيتش باجي اطلب بينا في النص وكلهم كملوا من غيرنا، بس احنا في وسط الجبال ف اتس اوكي. عامة المنظر تحفة والمكان هدوء 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 تحفة. متحمسة، ما اعرفش متحمسة لايه، بس انا كنت مبسوطة وانا بسوق جدا جدا يعني. موهبتي هي السواقة عامة، يعني ان شاء الله اسوق عربية كمان، بس يعني ما عملش حادثة زي اللي كنت بعملها دي. كانت عشوائية بصراحة. كانت عشوائية مني. انا نزلت الفرامل فين فجأة، يعني مش عارفة ليه واحد ممكن ينسى الفرامل فين يعني، بس يلا مش مشكلة. هو قال لنا الاتنين، انا معتمدة في دماغي ان هي واحدة، فرحت قعدت ادوس عليها وهي اصلا مش لاقية البنزين كمان. ف هوريكم المكان. بيو 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 بيو. او ماي جاد شكله تحفة. نا 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 نا. اوبا فريق قول حاجة يا مصطفى. اهلا. استنوا عشان نطلع كلنا مع بعض. حان وقت المشقة الأكبر وإن احنا نطلع الجبل. تعالي خشي في الفلوج. قولي هاي الفلوج. هاي. قولي هاي. هاي. اسمك ايه؟ انا اسماء الكيتا. مش عارفة هيبقى أحسن لكم إن أنا أصور من قدام ولا أوريكم بقى اللي بيحصل فوق. وي 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 وي. أنا هحاول إن أنا ما أقعش من التصوير. مرحلة الحبل خلصت بس بجد مش هينفع أصور خالص. كما أسكت تقع. قول هاي الفلوج. السلام عليكم. ما شاء الله. يا جماعه ده قولوا ما شاء الله ولا قولوا حاجه. ما شاء الله الله اكبر طبعا. انت فلتت من ايدي. عايزه اتصور بقى. كانت سواقه ممتعه ومليانه سباق الصراحه شويه، مع ان المفروض ما ينفعش، بس يعني احنا ما ينفعش نقول الكلام ده. صباعي من السواقه من البنزين، وبجد يعني وجع بس ممتع موت بجد. ان شاء الله ريس يا ملكة المرة دي سقت بعقل جدا جدا جدا، ولكن متهور برضو، بس الحمد لله ما عملتش ولا حادثة. صوت في المرتين والحمد لله زي الزفت كله. والله لا تحفة. العربية
ما وقفتش. كنت سايقه وراه العربيه ما وقفتش مني ولا مره. ماما قاعده ورايا تصوت اصلا، يعني ماما قاعده ورايا تصوت عماله تقول لي ملكه ملكه. لا انا مش كده. ممكن ادي ريتنج؟ انا بصي صفر من 10 مليون من 10. مريم شادي دي بتقول كده عشان الفرامل بتاعتها مش شغاله. وبعد ما اكتشفنا ان الفرامل ما كانتش شغاله، احنا دلوقتي رايحين الممشى عشان ناكل. طبعا كنا جعانين جدا، يعني يعتبر فطرنا حاجات خفيفه وكده. رحنا عند دراجون هاوس، ده بيعمل نودلز خطيره بجد، احلى ايجن نودلز يمكن كلتها في حياتي بجد من غير افوره، يعني عشان بينزل حاجه سخنه كده وتحسوا ايجن بجد كده، يعني حتى فايب المطعم نفسه تحسوه ايجن كده. المهم هنا بحاول فاكره نفسي ان انا هعرف اكل بالشوبستيكس، ومتخيله ان انا عادي، انا اصلا متعوده اكل بالشوبستيكس السوشي، وفاكره ان هي نفس الشيء، ولكنها ليست نفس الشيء. طبعا انا مصره احاول اكل بيها عشان انا عارفه انا بعمل ايه كويس. طبعا انا مش عارفه عمر بيعمل ايه ورايا، بس يعني هنتجاهل ده. برضو مصره، برضو بحاول، مش راضيه تطلع معايا. وهنا كنت خلاص بقى يعني فقدت الشغف، قلت لهم هاتولي شوكه عشان انا واحده جعانه وعايزه تاكل، ومش وقته تعليم الشوبستيكس. انا اسمرت قوي بجد يا لهوي. المهم يا جماعه عاملين ايه؟ جبت هتلاقوني عامله لكم فويس اوفر النهارده على النهارده ايه، على في الفلوج، يعني على كل حاجه غالبا، يعني لان هحط ايه، هقعد اعمل لكم فويس اوفر وخلاص. جبت ايس كريم ماشي تحفه، بلو بيري وفراوله. هقول لكم من دهب دونت اللي جنب غزاله ماركت، اوكي، عشان اي حد يجي هنا. ها يا جماعه، حبيت ان انا اقفل لكم الفلوج ماشي، عشان حاسه ما لحقتش اصلا اتكلم عن الفلوج قوي، يعني حاسه ان انا اتسحلت، وبرده في حاجه ما صورتهاش مش عارفه ايه. فممكن اكون قصرت في الحته دي، بس مش مهم يا جماعه. المهم الصراحه مبسوطه، الدنيا جامده يعني في الممشى حاليا، وبصور وسط حرفيا كميه ناس مش طبيعيه يعني، بس يعني who cares برضو. المهم يا جماعه خلاص احنا شويه وهنروح يعني. هقف اتكلم معاكم احسن شويه وهنروح. وبكره المفروض ان احنا هنروح يخت من الساعه 4 للساعه 9، مش عارفه الصبح هنعمل ايه، بس المهم الفلوج قرب يخلص وهرجع مصر تاني. بحب اقول عليها مصر عشان ما اعرفش، بس بحب اقول عليها مصر القاهره. المهم مش عايزه ارجع بصراحه، لو هنتكلم بصراحه مش عايزه ارجع، وده طبيعي يعني. لان دي دهب ودي القاهره، محدش ينفع يتكلم. هو نفس الكلام مع اسكندريه طبعا عامه، بس anyway الواحد لازم يرجع. فتصبحوا على خير، اشوفكم بكره بقى، باي. رانيا جت في 25 دلوقتي. ايهاب بقى، بص ايهاب ايه؟ ايهاب بقى بيرمي الزهره تنزل. ايهاب كمان حلو، كويس هدف كويس برضه، كويس جميل. 4 ديت في نفس النقطه بتاعت رانيا كده. ايهاب تفوق وعدى رانيا، التعادل بين ايهاب ورانيا، وايهاب يجيب 3 كمان. 23 بتاعت ممكن بلاش نقط، بلاش الحركات دي، انا صحيلي حكم الفار بيخم. لا 3 برضه. 4 المنافسه قويه بين ايهاب ورانيا تفوز على ايهاب. هذا الاول ميجو مشندي. قول لي بقى المركز الثاني عمري. والان مع المركز الثالث والمركز الرابع والمركز الاخير اللي هتقوم عليه لحد دلوقتي وهياخد العقوبه. المركز الاخير مفيش جوائز اصلا، باطل. لا في عقوبه، تاني يوم. هاي يا جماعه، صباح الخير. وكان لازم يا جماعه اعرفكم على صديقه الرحله اشجان، احنا حرفيا قرفناها في عيشتها.
لا ما تخش على الكاميرا. انا وانا بتفاجئ بقى بنفسي. هتسألوني يا جماعة في وقت ما انتوا بتلعبوا يا ترى الكبار بيعملوا ايه؟ بيمثلوا يا جماعة، بيطلعوا كل المواهب المدفونة جواهم في التمثيل. وهما كانوا بيعملوا فيلم قصير اللي اسمه الزوجة الثالثة مش الرابعة عشان الكوبي رايت. هنا المنتج طبعا بيهزر هزار غريب جدا بس هنعديها له عشان هو المنتج، منقدرش نقوله حاجة. ريفيو يا عم بتستسلم. اعمل ريفيو اعمل ريفيو. ايه حكايتك؟ مش قايل لك يا واد يد، مش قايل لك يا ولد. سجل بقى الكلاكيت ده مشهد 5 ام دينا المشهد الخامس. ماشي. طب بعدين المشهد السادس هيبقى فيه زوجة رابعة يعني؟ اشجان. خلاص سميناها اشجان. توتشي توتشي توتشي. بتاكل. مين كان بياكل؟ ماشي خلاص. قول هاي للجروب يا عم. مش عارفه انا بعمل ايه اصلا، مفيهاش حاجه. لا بعمل بالمايو. ايوه يا عمي هي بكذا. وخلاص كنا بدأنا نرش على بعض بشكل عشوائي جدا خالص، محدش كان بينتقم من حد خالص، ولا حد كان مستقصد حد خالص في الالوان، ولا حد كان بيعمي حد بالالوان خالص، ده ما حصلش. يا عم وهاب مريم وريني يا مريم وروني وريني يا مريم تحفه. ايه طعم صلصال. بص شباب بقى، بص شباب فهمنا حليب الخير. كله بس فوق. ايه ده طنط رانيا ما جاتش؟ ممكن نشوف بقى وشي عامل ازاي؟ يلا يا جماعه يلا جروب يلا جروب. طبعا كان لازم اوريكم الالوان عملت ايه في المايو وما طلعتش، بس مش مشكله. هنا دي سمكه الراجل يعني اصطادها، كان شكلها حلو قوي فاحنا خدناها منه. الفن يا جماعه، هذا هو الفن. هنا بقى بدأنا نحط اللوحات على الارض عشان هنبدأ نعمل الارت ثيرابي. بعد كده كل تيم ياخد طبق الوان، عينكم ما تشوفوا الا النور بقى. يعني اللوحة بتبدأ يعني نعمل عليها اي هبل واي عبث حرفيا يجي في بالنا. هو ده اصلا فكرة الارت ثيرابي، يعني ان احنا نطلع اي حاجة جوانا كده على اللوحة. انا طبعا عشان مفيش حاجة في قلبي الا القناة بتاعتي، قلت هكتب ايه هكتب اسم القناة بتاعتي طبعا، يعني بديهية جدا. طبعا كل واحد كان بيعمل عبثيات بقى عادي. المهم ان كان شكلها حلو قوي يا جماعه بجد، مش عارفه ليه بوظتها في الاخر. المهم كل واحد بقى بيطلع اللي جواه، مش عارفه مين بيختم. انا بقى لا زهقت ورحت قلت بقى انا اما اعمل على وشي بقى، عشان انا زهقت ما لقيتش مكان تاني في اللوحه ان انا اعمل. قلت خلاص بقى نحط بالالوان وعلى وشي كده كده. ايه كل ده ايه هيتكوي مش هيتغسل. والحمد لله اغتسلنا من اللي حصل ده وطلع شكلنا نضيف في الاخر واحنا رايحين الممشى. وقعدنا ورا طبعا عشان احنا we are just girls، وقعدنا نتناقش في حاجات مهمه جدا. البتاع بتاعت البتاع دخلت في بطني. انا خبطت الراجل برضو. انا كمان خبطت راجل وبعدت اقول له ناس خبطنا ناس بالعجل. انا ما صورتش حوار العجل ده بالليل قوي. تسلم يا جيش بلادي مصر مصر مصر. لا 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 لا. تعال قول حاجه يا بودي. اهلا بيك.
يا جماعه عامه انا كنت عايزه اقول ايه، استنى. انا مبسوطه قوي الصراحه. انا حاليا رايحه بتمشى اشوف انا هاكل ايه، عشان هم هياكلوا في مكان مش عايزه اكل فيه بصراحه. عايزه اكل حاجه خفيفه كده يعني، مش عارفه. فبتمشى بشوف ممكن اكل ايه فين او كده، وبعد كده اقابلهم تاني. وقلت فرصه اتكلم معاكم برضو. مبسوطه قوي ان الاذان بيأذن في الممشى، لان يعني مش بيأذن في دهب في اي حته عارفين، فهو بيأذن في الممشى. دي حاجه الصراحه تحفه عامه يعني. انا اصلا اغلب الوقت الاذان بيأذن على تليفوني بس في السفر وكده، فمبسوطه بصراحه يعني. دي حاجه غريبه بس بسطاني قوي بجد يعني. anyway المهم انا رايحه دلوقتي، مش عارفه هل اصلا انا لسه واكله في اللي هو دراجون هاوس ده امبارح، لو شفته يعني الحته بتاعت امبارح. فعماله اقول يعني انا كده مش هاكل نفس الحاجه، بس يعني كنت عايزه اجرب اللي هي التشيكن سويت اند ساور، لان دقتها من حد من صحابي عجبتني قوي اكتر من اللي كانت معايا يعني. فقلت خلاص اكلها النهارده. بس نفس عماله اقول هو انا هاكل مرتين من نفس المكان؟ بس في نفس الوقت مفيش حاجه تانية عجباني يعني بصراحه، يعني مفيش حاجه داخله دماغي. كل الحاجات عاديه قوي. انا ما باكلش اصلا يعني اسيوي كتير في البيت، انا بحب الاسيوي جدا، فعشان كده بفكر اروح صراحه تاني، ويعني مش مشكله حتى لو هتمشى له حبه حلوين يعني، ان هو في اخر الممشى ناحيه يام يام والمطاعم اللي هي بتاعه الفطور. مثلا هوريكم الممشى دلوقتي. بالمناسبه النهارده اخر يوم، ومش عارفه ازاي النهارده اخر يوم. احنا المفروض ان احنا هنسهر للفجر يعني، هنسهر يعني جامد عشان خلاص بقى يعني دوبك ننام في الباصات بقى واحنا راجعين. رغم الرحله بجد يعني كانت متعبه قوي بجد، بس كانت تحفه يعني. كل حاجه ليها مساوئ ومميزات، ده كده كده يعني، ده بيحصل في اي رحلات. مفيش رحله يعني انتوا لو شفتوا حاسين ان هي بيرفكت ومفيش فيها غلطه، فمفيش اي حاجه كده يعني. مش عايزه اقول لكم اي حاجه، بس بجد مفيش حاجه كده يعني. في اوقات كنا فيها تنشن مش عارفه ايه عادي يعني، في اوقات ما كانتش بتظبط عادي، بس بنرجع نظبطها مفيش مشكله. ده بيحصل في اي حته في اي رحله، دي حاجه متوقعه. بس ما نقعدش بقى نبص على الحتت اللي هي مش حلوه، لا نقعد نبص على الحتت اللي عجبتنا، عشان دي اللي نفتكرها بعد كده. ما نقعدش نقول ايه احنا صرفنا بقى فلوس على الفاضي، واحنا جينا ودبنا مشوار مجهود وفلوس وكل حاجه في الاخر ما اتبسطناش. لا نقعد، انا بحاول اعمل كده مع نفسي، انا احط كل حاجه وافتكر كل حاجه يعني بسطتني في الرحله دي، عشان ما احسش احساس وحش. وعلى ايه يعني، على ايه؟ ما خلاص المواقف اللي حصلت وعدت، فخلاص. ودايما في اي سفر بصراحه انا هقعد ارغي عامه. فانتوا لو عايزين بقى سكيب اكيد هحط لكم في المونتاج يعني السكيب بارت. المهم ان انا بحاول في اي سفر ان انا اتعلم عن نفسي اكتر حاجه بصراحه، لان الواحد بجد 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 بيتصدم كده من نفسه، اللي هو بيتحط في بيئه معينه او في حته معينه، واللي هو يلاقي نفسه شخص مختلف عامه يعني، يلاقي نفسه بيعمل حاجات غريبه بس عشان اللي حواليه بيعملوها. بيقعد اللي هو بيفكر مع نفسه كده اللي انا عملته ده، ويراجع نفسه كده. فالواحد بيكتشف بجد حاجات كتير قوي عن نفسه في السفر عامه، بالذات في السفر، عشان بتطلع من اي كومفورت زون او اي مكان روحته قبل كده، تشوف حاجات جديده، وغالبا بتقابل ناس جديده. وغالبا اكتر حاجه في دهب حلوه بصراحه هي ان انت الشخص حرفيا احنا بنتكلم اي حد في اي حته كانهم من اهلنا يعني. انا لسه كنت بقول لهم ان احنا اي حد نعمله باي باي يعني. طفله كده عسوله عند البحر حرفيا عندنا نعملها باي باي ومش عارفه ايه، كانت عسوله جدا. واي حد نقعد نتكلم معاه وكنا متجمعين ومش عارفه ايه، والناس دخلت معانا وعادي يعني، اللي هو ايه، تحسوا كلنا اهل، كلنا جايين نتبسط، كلنا جايين نفرح، كلنا جايين نغير جو. فمحدش بتنشن، محدش ثقيل يعني. حتى الناس اللي بيبيعوا حاجات وكده، بتاع الايس كريم مثلا بتاع امبارح بجد كان عسل. واللي هو ده يعني كان بيتكلم معانا كده، وقعدنا نتكلم مع حد اجنبي والولاد قعدوا يسالوا انت ايه يعني انت بتتابع ايه في الكوره، مش عارفه حاجه الكوره كده، قعدوا يسالوا على الكوره. وانا حاسه ان انا جبت اخر الممشى. المهم
ففي لحظات كتير فن بصراحه، اللي هي حاجات جديده، فتحس ان هي لا حلوه قوي. بس وبرده برضو هتحس ان هو طب ما هي حلوه، هي ايه بقى المواقف الوحشه اللي انت بتتكلمي عليها؟ ما اكيد مش هحكي المواقف الوحشه اولا، عشان ليه اصلا هقعد افكر نفسي بالمواقف دي واقعد اتضايق عليها؟ بالعكس، انا زي ما بقول لكم انا بفكر نفسي بالحاجات الحلوه. ثانيا لا يعني يعني حاجه برضو ساعات حاجات بتبقى في حاجات بتبقى برايفت كده. anyway يا جماعه، يا رب بجد المايك يكون بيسجل عشان ما اموتش نفسي. هتعرفوا بقى في المونتاج انا ايه اللي حصل. بس عامه انا حاسه ان انا قربت خلاص اهو. انتوا اتمشيتوا معايا يا جماعه لحد الدراجون هاوس، وده كان بعيد جدا عن وسط الممشى، يعني مش بعيد جدا، يعني ممكن كان على اللوكيشن فاكره كان 11 دقيقه. خلاص انا وصلت وهاكل هناك بقى، عشان خلاص مش قادره افكر بصراحه في هاكل ايه، هاكله وخلاص. ما تسألونيش ليه يا جماعة المايك هنا ما كانش شغال. هاي طنط سارة، هاي عمر، هاي طنط رضوى، وهاي يا نور. حبيت اعرفكم يا جماعة على الناس الجميلة دي. مش هبقى ببالغ لو قلت ان المطعم ده بجد يعني ماي فيفورت في دهب، من ماي فيفورت بصراحة، يعني عشان في كذا واحد تاني فيفورت كلها. مش ان هو بس مديك اكل اسيوي، هو مديك فايب كله اسيوي، حتى يعني حتى الشارع ده كله تحسه كده يعني. هاي يا جماعه، هلو يا جماعه، شوف انا ليه بتكلم في الازازه يعني عادي. المهم لقيت ناس نعرفها هناك، فقعدت معاهم وهنطلب تيك اواي ونروح ناكل مع بقيه الناس يعني. ف بس احنا مستنيين دلوقتي تيك اواي ونروح، ومش عارفه هنعمل ايه بعد كده طول الوقت في الممشى، بس غالبا يعني عادي شوبينج وايه بقى معرفش، بس هنشوف اي اكتيفيتي كده اكيد. باي. خلصنا اكل وبعدين رحنا قعدنا في كافيه كده، كان عليه من بره إيلي بس مش فاكره اسم الكافيه خالص، وجبت ايس سبانيش لاتيه. مش عارفه للمره الكام في الفلوج ده هكون بشرب ايس كوفي او ايس سبانيش لاتيه. مريم بتسي هاي من ورا. بس يا جماعه انا بشرب الحاجه بسرعه قوي عامه. وهنا القهوه بجد كان شكلها تحفه تحفه تحفه. الكافيه ده بصراحه كان الفايبس بتاعته حلوه، هي دهب كلها الفايبس بتاعتها حلوه عامه يعني. بس كده ده اخر يوم يا جماعه، خلاص ده كان اخر يوم. ويلا ريكاب. اشجان، مين اللي عمل فيكي كده يا اشجان؟ دي الوان دي؟ اشجان كلميني هنا، تعالي. طب بقول لكم ايه، اقول لكم ايه، احنا هنلعبها باحكام، ما تيجوا نلعب افلام ونهاية. احنا طبعا سهرنا لحد تاني يوم الصبح، عشان كده شكلي هنا ميتة خالص. بس يا جماعة نشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.